ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا في نعمة وصحة وراحة بال. ما تيجي نتكلم مع بعض اول حاجة؟ يعني نوع من المصداقية هقول لكم حاجة. يعني كان ممكن ما اقولهاش، بس انا حابة اقولها عشان يبقى في مصداقية بيني وبينكم. انا مش حابة الظهور كنت بشكلي. ففي البداية كده كنت عاملة كام فيديو كنت فيه منقبة، بس حسيت ان انا يعني منافقة، لان انا في الواقع مش منقبة تمام كده. ف... فالمهم يعني وصلت الفكرة كده ان اعمل نظام فلتر، بحيث ان انا اكلمكم من خلاله، لمجرد بس ان الكلام لما بيبقى فيس تو فيس بيوصل اسرع وبيكون الاحساس اقوى. فانا بكلمكم يعني حابة اعرفكم كده. وغيرت الفلتر ملامحي خالص، كاني مش انا، لدرجه انا بنسي بتقولي هي مين دي في مره. عرفتني بس عن طريق خلفيه البيت. بس ممكن اظهر بعد كده، الله اعلم، ولكن انا حبيت نوع من الامانه والصدق بينكم، حبيت ان انا اقول لكم يعني لا حاطه ميك اب زي مظاهر ولا اي حاجه. وطبعا كان ممكن يعني احط حاجه تانية، بس الباقي الفلاتر عباره عن حيوانات واشكال غريبه، يعني مش بني ادمين خالص. فكان ده اقرب حاجه لوجه بشري يعني. بس كنت عايزه اتكلم معاكم في حاجه متعلقه بالبركه. عايزه اشوف بقى انتوا زيي ولا لا. آه بتصحوا من بداية اليوم، لو انت بتشتغلي او بتشتغليش، بتعاني من قلة البركة، بتحسي ان يومك كله يعني بتبقي مخططة له حاجات كتير، ولو انت انجزتي منه 50% يبقى خير وبركة، يعني ده انت كده فل قوي. انا بصحى بامانه معايا الولاد ومعايا شغلي وبقوم بمهام البيت، وببقى عايزه اعمل حاجات كتير جدا من مسؤوليات كل فرد في البيت. بيبقى عاوز يعني اهتمامات معينه، يعني مثلا التزاماته الخاصه بيه. ده انا فاكره ابني ده عاوز اسنانه وقع وعايز يروح للدكتور. لا بنتي مقدمه لها في البرمجه، فالمفروض ان انا صح في تقديم على اخر الشهر. ايه ده بالصدفة امبارح عرفت ان مرحلة اللي هو ساعة التعليق والاعدادي المفروض بيتقدم لهم ملف جديد. نسيت حقيقي فعلا والله. ليلة بالصدفة حوار يعني بيتفتح، فانا عرفت ان انا في حاجة المفروض تتعمل. جوزي المفروض جاي، اكل شرب، البيت المفروض يبقى نظيف. انا نفسي يعني انا والله بلاقي نفسي من كتر من انا بقوم بالدنيا والبيت والولاد والقصة دي، الاقي نفسي ان انا على اخري فنمت. اكيد في يعني كست محتاجة ان انا اعمل حاجات كتير او ازور ناس او بصوا ما بقدرش ان انا اعمل حاجة، يعني بقيت افلت حاجات كتير جدا. وبقيت احس ان الاسبوع بيبدأ وما بنلحقش، يعني لسه يعني نخطط لحاجتنا بتاعت الاسبوع. الاقي نفسي بجد الخميس جه، خميس يعني جمعة وسبت واجازتي من الشغل اللي هو المفروض ان انا ارتاح في يوم، احاول ان انا اعمل فيهم حاجات برضه، فما بقاش في بركه حقيقي فعلا والله يا جماعه. مش لاقيه سبحان الله. هي على فكره دي من علامات يوم القيامه، يعني الايام تجري تجري واليوم يبقى زي الاسبوع والاسبوع يبقى زي الشهر والشهر كالسنه وهكذا. والعمر بيجري. انا حاسه نفسي كاني متخرجه لسه من سنتين، وانا على فكره مش صغيره، عندي 41 سنه. متخرجه تقريبا ليا كام 18 سنه. ما علينا يعني. فالمهم انا مش شاطره في الحساب قوي يعني، فاحسبوها يعني انا خريجه 2005، فاشوفوا بقى يعني. بس فالمهم كنت اقول ايه، استغفر الله العظيم. فعلا والله يعني الحاجه اللي انا حابه اقولها وبتفرق جدا في البركه بتاعت اليوم، صلاه الفجر. تصلي الفجر وانك انت تبكري تصحي بدري جدا. الحلو اللي في الست اللي ما تكونش موظفة، ان هي ممكن يعني تكمل مهام بيتها وحاجتها، بتبقى الصبح مثلا 7 8 9 10. وده المفروض ده الافضل، مع ان في ستات كتيرة ربات منزل ربات بيوت وما بتشتغلش، بتنام فترة الصبحية كلها. وعايزة اقول لها والله بأمانة يعني انتي ممكن تشتغلي لو معاكي شغل اونلاين ولا القصة دي تشتغلي باقي اليوم، لكن الصبحية دي بجد اصحيها وخلصي وانجزي فيها حاجتك يعني. اما بالنسبه لست الموظفه اللي زي حالاتي دي، فمش قدامها غير انها لو صلت الفجر ما تنامش وتحاول تنجز يعني المهام بتاعتها يعني. بس ويا بختكم على فكره، عشان محدش يقول طب احنا ايه موظفه وغير موظفه، والله يا بختكم والله. دلوقتي الشغل مش متطلب تبقي انتي بتتوظفي في شغلانه حكومي ولا القصه دي كلها. اللي عايز تشتغل هتشتغل من بيتها. والله يعني انا بشتغل شغل يعني حكومي، في نفس الوقت بشتغل شغل حاجات اونلاين. صدقوني يا جماعه والله الربح الاونلاين آه
يغطي كتير كتير في الغالب عن الشغل بتاع الحكومي يعني. طبعا مش هتطرق للجزئية دلوقتي، ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده، وسامحوني عشان الذبابة دي رخمة جدا يعني. بس فالمهم يعني عايزه اقول لكم بجد اصحوا بدري وانجزوا مهامكم، واستعينوا بالله دايما على ان يبقى فيه بركه في يومكم وحياتكم يعني. لان فعلا محتاجين استعانه بالله ان ربنا يعني يوفقنا ان اليوم ما يضيعش هباء من غير ما نعمل فيه حاجه مفيده، لان احنا في زمن والله فعلا منزوعه من البركه من كل حاجه، مش قصه الوقت بس والله. بركه في الصحه، البركه في العمر، البركه في اولادنا. يمكن موضوع الاجهزه الالكترونيه وتضييع الوقت عليها كتير، والعلاقات الاجتماعيه قلت جدا. كل الناس بقت عايزه تتواصل مع حد بالفيس او يعني مواقع التواصل الاجتماعي، بعدت خالص عن التواصل البشري ان احنا نزور